هتبيع اللي وراها واللي قدامها ومش هيبقى معاها جنيه. دعواتكم لشيرين عبد الوهاب. اللي هيحصل لها صعب وسببه غريب جدا. خلينا في البداية نفكركم ان شيرين رجعت ترند من تاني، وده بعد ما انكشف عن مرضها اللي صرفت عليه لحد دلوقتي $500,000. شيرين بتعاني من مشاكل في التنفس والتهاب رئوي صعب علاجه، لكن ايه حكاية انها هتبيع اللي وراها واللي قدامها؟ السر في العرافة كابي، واللي سبق واتنبأت بموت إسماعيل الليثي، واللي اتحقق فعلا بعد شهور قليلة. كابي قالت المرة دي إن شيرين معمول لها سحر وأعمال كتير، وفي ناس نفسها تقتل صوتها. كمان كملت كلامها وقالت إنها هتضيع كل فلوسها خلال السنين اللي جاية، ومحدش هيفكر يسأل عليها ولا يساعدها. العرافة كابي اتكلمت كمان عن حسام حبيب، وقالت إن هو كمان معمول له عمل، وإنه السبب في ضياع شيرين، وإنه عداها بالكسل والفشل. تفتكروا كلام العرافة كابي هيتحقق فعلا؟